بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الناس خلقا وأعظم الناس تواضعا، لقي ما لقي ولاق ما لاق وقاس ما قاس وضاق ما ضاق، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله رحمة للعالمين كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو قدوة لنا وأسوة لنا بدليل القرآن، ونحن أمة دليل. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أو كما قال: وليسامحنا إذا نطقنا باسمه وقلنا يقول ما نحن بأهل نتكلم عن الله. الحقيقة ما سمعنا وفيه الكفاية، ولكن كما قال سلفنا الصالح منهم عثمان بن عفان ذا النورين: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عثمان بن عفان كلكم تعلمون من هو عثمان. إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. صهر النبي، صهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم المصاهرة مرتين بل بيعتين. الله أكبر. بخين بخين، ما هذا الكمال وما هذا الأجمال. سيدنا عثمان وزوج أم كلثوم كوكبات الإسلام. بخين بخين. نعم. ومع ذلك يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لماذا؟ لأنه تلميذ رسول الله مباشر، وتخرج في جامعات محمد رسول الله، جامعة قرآنية مكتوب على بابها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بخن. ومع ذلك والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت كلام ربنا. لماذا؟ لأن المولى تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله. القرآن نزل من السماء، سبحان الله العظيم. هذه الأمة فيه تبيان لكل شيء من رب كل شيء، فيه تبيان لكل شيء. 23 سنة وجبريل رواح غداء بهذه الرسالة العظماء، بهذا الدستور، دستور تربوي كذلك، فيه تبيان لكل شيء، في التربية حتى التربية أولادنا. نحن في مناسبات عقيقة. نعم. ولكل مقام مقام. اختصار من كلام. لا هذا هو الذي يتزاد دابا الآن تكلم عليه الله تبارك وتعالى في القرآن، كما ذكرنا الشيخ الله يجزيه بخير. قدوة الحسنة اللي خصنا الآن، هذا نقول الآن. والحمد لله العلم موجود، ماشي كنقسم في العلم. لا. الله أكبر. الله عليم ويعبد بالعلم، لكن العلم والعمل. الذين آمنوا ما شاء الله وعملوا الصالحات. ما ذكرت آية الإيمان إلا قرنت للصالحات. هكذا كان سلفنا الصالح، يخرج من حيز الكلام إلى حيز العمل كما ذكرنا الشيخ. ده رسول الله جل العمل. سلام. كذلك هو كذلك. فأخونا الله تبارك وتعالى وهبه مولودا أبا عبد الله، وقد أسماه عبد الله، ونعم الاسم. هذا اسمه واحد الحديث مشهور: خير الأسماء ما حمد وعبد. حديث ضعيف. حديث ضعيف، لكن المعنى قوي، لكن الحديث صحيح. أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وقد أسماء عبد الله. تزوج القنطرة. الحديث الله صحيح. أحب الأسماء إلى الله
عبد الله عبد الرحمن. نعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إياك يعني اسمع يا جارك، يعني إلا جاتك شي ولد كنختار اسمي عبد الله عبد الرحمن عبد القادر عبد الرزاق. من نجنبوا شويه سبحان الله ديك الاسماء القديمه كبرنا عليها. تقول لك اسيدي انا عندي واحد الولد راه تزاد لي غادي نسميه على سميه جدي ولا عمي ولا خالي. اش تسميه؟ غيسميه بوشكا ولا التيجاني ولا عبد النبي. النبي براسو عبد، سبحان الذي اسرى بعبده رسول الله ماشي عبد النبي. النبي براسو عبد، سبحان الله اسرى بعبده. وهنيئا لك الا سميتو لك عبد الله عبد الرحمن عبد القادر عبد الرزاق. نعم يا سلام. ما شاء الله عبد النبي الخمار بوشا اسماء ما انزل الله بها فيها من سلطان. مشتت مسكين ما شاء الله. شو غير الاسماء في العرب في الجاهليه كانوا كيسميو ولادهم اسماء القويه، كيسميه القعقاع ولا يسميه الغضنفر ولا جبال، باش كيقول لك كيسميه يدير لي التار شي قبيله الا كانت غارت عليه في الجاهليه كيسميه شويه قويه. جبال، اسد، يعني حمزه راح اسد، قعقاع كانوا يسمون ليش على اسمي ابنائهم لاعدائهم. لا كنسميو ابنائنا لاعدائنا، كنسميو غلماننا لانفسنا. دابا الغلمان ديال كيسميه رباح ميمون فيليب شي سميه مسيكه خفيفه داك الشيء. والابناء كيسميه سميه قويه، جبال، اسد، القعقاع باش كيضربوا كيعلموا السيف كانوا صغروا كيعلموا هجوم يقعقع اضرب ويحك كيجري على القبيله والتيجري على القبيله. انا شوف العرب راه ديك الساعه مازال ما كاينش الاسلام. انا في الحقيقه الاسلام بقاو في المستوى المطلوب، كانوا رجال نعم يولدوا قويه. نعم سميه قويه ما يسميش سميه باش كيدير ليه التار. نعم كانوا رجال سبحان الله العظيم. نعم ولهذا خصنا نختاروا لولادنا سميه مزيانه مزيانه. نعم يسميه وسميه عبد الله وقول له راني نسيت كون سميتك عبد الله. عرفتي شكون هو عبد الله؟ مثلا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عبد الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، العبادله الاربع الرواه اللي كيرونا الحديث. عبد الله بن مسعود، شكون عبد الله بن مسعود؟ رسول الله قال لهم لدق ساق بن مسعود اثقل من جبل احد. عرفتي جبل احد شتي داك الثقل ديالو. عبد الله بن مسعود الحجم ديالو غير هذا، والسويقات دويق رقيق كاين القصيبات لما ذكر اثقل من جبل احد. حديث صحيح لا غبار عليه. قلت كذلك عبد الله بن مسعود ماذا كان عبد الله بن مسعود اللي كان نبي قال له رسول الله اقرا علي القران. قال جد. قال له رسول الله نزل عليكم اقرا عليه. قالوا بغيت نسمعوا من غيري. اقرا عليه سوره النساء فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجينا احد قال حتى حسبك. وهذا اللي غادي تلميذ ما شاء الله ومن توابعه صلى الله عليه وسلم امر التلميذ ديالو يقرا عليه القران، وهو من هو محمد رسول الله محمد سيد الكونين الثقلين. كيبين لنا التواضع. الاستاذ قال للتلميذ اقرا عليا. سلام. ولكن نعم التلميذ كلامي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عبد الرحمن اقرا عليه القران واقرا عليه سوره النساء. ان رسول الله كان كيعيش مع القران. كيتصنت القران كيتصنت وكيتمعن وكيتدبر. وكذا خصنا حنا كذلك نقراو ونسمعوا وندبروا. فلا يتدبرون القران ام على قلوب كما جاء في الحديث. نعم اذا قرئ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. القران ماشي غير نضيعوا نسمعوه، لا نسمعوه ونسمعوا فيه كما كان سلفنا الصالح. كتنزل الايه كيسمع المرمى والمغزى ديالها والدلاله ديالها دغيا انه عربي والقران نزل بالعربي. لا انا انزلناه قرانا عربي لعلكم تعقلون. سبحان الله العظيم. حتى النحو كاع ما كانش عندهم. شكون اللي لكم النحو؟ ابو الاسود الدؤلي شي هو بالنحو. ابو جهل كاع ما كيعرف النحو ولكن ما يقدرش يعرف يرفع ولا ينصب ولا. سبحان الله كتعرف اللغه صعيبه. اذا قلبتي ولا رفعتي ولا نصبتي قلبتي المعنى. وانزل القران باللغه ديالو انا انزلناه قرانا عربي لعلكم تعقلون. اي القران العقول العقلاء ليس كذلك. واللي ماشي عاقل ويسمع القران غادي يدخل جهنم وغادي يندم. كلما قي فيهم فوجهم سألهم خزانتها هل يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. ما قالش نعم كتنفي الشك. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء انتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. كذلك خليك مع النص ودعك من الفصل وخضر في القص تجيب مع الضص. يا جدع